بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الطب في الدراما المصرية. النهارده أنا بازلت برضه مع نفس مسلسل لحظات حرجة، مسلسل عاجبني جدا بصراحة. أنا بفكر أشوفه من الأول بشكل سيستماتيك، يعني بشكل من الأول للآخر يعني. هو مسلسل على فكرة قديم ليه كذا سنة، بس أنا أول مرة أسمع عنه الأيام دي يعني. فهنشوف مشهد جميل جدا، يعني عجبني جدا فعلا. بيناقش حتة يعني مصرية أصيلة، وهي إن كتير جدا من المصريين بيلجأوا وبيثقوا جدا في الدجالين. فهنشوف فيديو مع بعض. انت مستغرب ليه يا دكتور؟ ليه؟ ليه ايه؟ واحد مهندس كمبيوتر زيك ازاي يروح برجليه لواحد دجال زي دوت عشان يعالجه من الصداع النصفي ده بالطريقه دي؟ اولا ما تقولش عليه دجال، ده عالم كبير قوي. وبعدين ما انا رحت لاكتر من 10 دكاتره لغايه دلوقتي، وكل واحد منهم اخد مني فلوس قد كده، ده غير الادويه والاشعاعات والتحاليل. هنا بيتكلم هو عن حته ان المريض ده هو مهندس كمبيوتر وعنده صداع نصفي. الصداع النصفي من الحاجات اللي حيرت جدا الدكاتره فعلا، ولانه يعني علاجه بيبقى يعني بيختلف من مريض لمريض، ومش كل المرضى بتستجيب للعلاج بشكل كويس. لكن علاجه طبعا في ادويه، في طريقه تنظيم النوم، في طريقة تنظيم يعني الكمبيوتر أو شغل الشاشات عموما. نبعد عن الشاشات بشكل معين، نلبس نظارات معينة بحيث نبعد عن مسببات أو الحاجات اللي ممكن تسبب النوبات. طبعا في ناس بتبقى بتجيها النوبات دي بعد لخبطة في النوم مثلا إنه ينام مثلا مرة 10 ساعات ومرتين 4 ساعات. أنا بتكلم عن خبرة شخصية، أنا عن نفسي من مرضى صداع النصف يعني. أنا حاليا بعرف أجيب النوبة لنفسي، يعني لو نمت مره 10 ساعات والتاني يوم 4 ساعات هتيجي النوبه على طول مباشره. وفي ادويه بتتاخد في بدايه النوبه، وادويه بتتاخد عشان تمنع النوبه اصلا، وبتختلف طبعا العلاجات من مريض لمريض، ولازم المريض يتابع مع دكتور مخ واعصاب. لكن مش معنى ان هو خد علاج مره واتنين وما تحسنش انه يلجا للدجالين. في مشكله عند المصريين وعند كتير من يعني حتى للاسف مع من المثقفين. الراجل هنا في المسلسل ده مهندس كمبيوتر، يعني المفروض ان هو متعلم تعليم كويس. وهي فكره انه من الناس ما تفهمش معنى كلمة مرض مزمن. مرض مزمن معناها ان مفيش شفاء تام منه، انا باخد العلاج عشان اتحكم في اعراض المرض او اقللها او امنعها بشكل كامل وامنع مضاعفاتها بقدر الامكان. لكن ما بقدرش اوصل لمرحلة ان انا الغي المرض او اشفى تماما من المرض. يعني مثلا ده مش دور برد، مش دور كوفيد، مش دور انفلونزا، مش حاجة مثلا عدوى هتروح وتيجي او هتخف بعد كده، مش حاجه ممكن تتعالج مثلا بعمليه جراحيه زي اللوز مثلا عند بشير اللوز. انا بخف تماما منها. لكن ده مرض مزمن هيفضل معاك طول ما انت عايش. انا باخد العلاج عشان اتحكم في اعراضه واقللها بقدر كبير او امنعها تماما اذا قدرت، وعشان امنع مضاعفاته. زي مثلا مريض السكر، يعني انا من المرضى اللي يعني طبعا احنا كل امراضنا كروماتيزم مزمنه او معظمها مزمنه. فيجينا مريض مثلا بتاع روماتويد او ذئبه حمراء او نقرس يقول لي يا دكتور هو العلاج بتاعي ده هفضل عليه على طول؟ اقول له ايوه. يقول لي يعني العلاج ده مسكنات؟ اقول له لا. يقول طب ازاي لما هو مش مسكنات ازاي مش هخف؟ هو المريض متخيل ان هو عشان ياخد العلاج لازم يخف خالص. فبقول له اشهر مثال عندنا في الطب السكر، مريض السكر ومريض الضغط. هل مريض السكر هيخف؟ الاجابه لا. هل مريض الضغط هيخف؟ يعني بمعنى ان هو هيبطل الدواء خالص وهيبقى زيه زي اللي ما عندوش سكر او ضغط؟ الاجابه لا، هيفضل طول عمره عنده سكر وعنده ضغط وبياخد علاج. طب هل العلاج اللي بياخده مسكن؟ الاجابه لا برضه. هو بياخد علاج، بياخد تريتمنت اللي هو علاج يتحكم في اعراض ومضاعفات المرض. لكن المرض ده ملوش كيور، ليس له الشفاء، بمعنى انه مش هيجي وقت المريض ده يصبح صحيحا ليس عنده هذا المرض ويتوقف او يستغني عن العلاج. فهنا هو بيقول ان انا خدت كذا علاج وما جابش نتيجه. هو المريض ده طبعا ما صبرش عشان تيجي النتيجه او يظهر النتيجه معاه، ولان العلاج بيختلف من مريض لمريض، وكل دكتور او كل مريض لازم يفصل له العلاج. الدكتور بيمسك المريض بيفصل العلاج على قده. حتى في امراضنا احنا في الروماتويد نفس الكلام، مفيش اسطمبات ثابته لكل المرضى. فانا ببدا معاه بعلاج رقم الف، وعندي طبعا بروتوكولات الكلام ده. الحاجات دي تبقى موجوده في حاجه يعني في جداول وبروتوكولات وحاجات متفق عليها بين العلماء وبين المتخصصين الكبار في التخصص ده. واحنا ساعات بخبرتنا الشخصيه ممكن نغير شويه في الجايد لاينز الامريكيه مثلا او البريطانيه او الاوروبيه، وبنعمل جايد لاينز مصريه خاصه بينا احنا للمرضى بتوعنا احنا ساعات يعني. ف بنختلف من مريض لمريض، وبنبدا مثلا بالدواء رقم الف، ما نفعش بدي الدواء رقم ب، وهكذا لغايه لما المريض يستجيب معايا. نكمل. وفي الاخر مفيش فايده، لغايه ما واحد صاحبي دلني على عفيفي.
قال لي انه هايل، وقال لي اني هخف من اول قعده. قلت اجرب. وخفيت؟ لا لسه، اصل الجن اللي راكبني مش راضي يخرج. بص بقى يا سيدي، هنا بقى رغم انه ما خفش لكن ما زال مقتنع بعفيف النصاب بتاعه ده. يعني صاحبه قال له عفيف ده هيخففك، اللي هو الدجال يعني، هيخففك في خلال جلسه واحده. راح خد عنده جلسه واثنين وثلاثه ومع ذلك ما خفش، ومع ذلك ما زال مقتنع بيه. ده انا ما اعرفش يعني التركيبه المصريه دي جايت منين، يعني ان هو راح للدكاتره مع عالجوه ما خفش فكفر بالطب وبالدكاتره، لكن لما راح لعفيف النصاب بتاعه رغم انه برضه ما خفش لكن ما زال مقتنع ان عفيفي ده هو اللي هيجيب التايهه. بص بقى فسرها ازاي عفيفي. يعني الجن ده هو سبب الصداع؟ اصل الجن ده جنية ست. عشان كده صح كده صح. جنيه ست بقى، فعشان كده ايه وعلى فكرة يا دكتور، مش عايز تطلع. الجنية دي بتحبني وعاوزة تتجوزني، بس أنا متردد. يعني لو اتجوزتها الصداع هيروح؟ طبعا، بس طلباتها كتير قوي. معلش. بقول لك ايه، ممكن تعرفني على العبقري ده الاستاذ عفيفي؟ قوي قوي يا دكتور. انا شخصيا نفسي اتعرف على عفيفي ده. عظيم. ممكن بقى تاخد الحقنه دي؟ طب ممكن استأذن الأستاذ عفيفي الأول؟ شايف يعني وصلنا لغايه فين؟ الراجل بيستاذن من عفيفي اللي هو الدجال في علاج الطب. على فكره الكلام ده مش مبالغات من المسلسل، انا في فعلا مرضى شفتهم اديله العلاج ويروح يستاذن من الدجال اللي بياخد عنده اللي بيعمل له الزار والحاجات دي ومش هيطلع يعمل له عفريت. او طبعا في نوع تاني من النصابين اللي هم عارفين احنا بتوع الاعشاب والكلام ده يعني، وبيجيبوا ادويه ما انزل الله بها من سلطان ويقول لك ده علاج الاعشاب للسحر اللي علاج مش عارف ايه، ويجي حاجات في التلفزيون والكلام ده برضه نصابين ودجالين برضه، بس دجالين بشكل شبه علمي. وبرضه لما تيجي تديله علاج يقول لك لا استنى انا بستاذن فلان او استنى لما اخد راي فلان. وحصلت معايا انا شخصيا ان في ناس بعد ما اديت لها العلاج راحت تستاذن من الدكتور فلان اللي هو بتاع الاعشاب او من الشيخ فلان بتاع الدجل وبتاع الشعوذه وبتاع الايه الحاجات دي كلها. عفيفي ماشي. يعني انا مش عارف يعني يعني كنا زمان بنقول ان الدجل والخزعبلات دي مرتبطه بالمستوى العلمي البسيط او القليل يعني. انا فعلا بشوف ان في ناس متعلمين تعليم عالي جدا ومقتنعين تماما بالافكار دي. احنا في مصر من اكتر شعوب العالم اللي مقتنعه بالجن والسحر والدجل. السحر موجود مش موجود، والحسد موجود والجن موجود، لكن مش مسيطرين على العالم بهذا الشكل اللي احنا متخيلين يعني. فيعني حلقه طولت شويه من الطب في الدراما المصريه. انا المسلسل ده بنصحكم جدا تشوفوه، مسلسل جميل جدا جدا. يعني فعلا في حاجات كتيرة طبية مش بطالة جدا وكلام كويس. طبعا انا هحاول اشوفه طبعا مع ضيق الوقت عندي، هحاول اشوفه حتى لو على اجزاء يعني. ولو في حاجات لقيتها مش مظبوطة برضه هعلق عليها، ولو في حاجات عجبتني زي كده برضه هعلق عليها. ونلتقي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.